مرحبا بكم مشاهدي قناة مازاغون تيفي في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص. هذه الحلقة سنتطرق إلى واقع الثقافة بالمغرب مع الأستاذ عبد الحميد محفاز. عبد الحميد مرحبا بك. شكرا أستاذ المهدي. فيما يتعلق بسؤال واقع الثقافة، قبل أن أجيب عن سؤالكم لابد أن أحدد أولا تحديد مفاهيم لمفهوم الثقافة. فمفهوم الثقافة يعد من بين المفاهيم المتداولة في جميع الأوساط، لكن يعد من المفاهيم الغنية والمتشعبة التي يجب أن نحدد ما دلالتها ذاك دلالة خاصة، لأن إذا عدنا إلى الأدبيات الأنثروبولوجية أو إلى الأدبيات السوسيولوجية سنجد على أنهم جميع الباحثين يكادوا يجمعون على كون الثقافة هي ذلك الكل مركب من التقاليد والعادات والمعتقدات والقيم والمعايير الاجتماعية إلى غير ذلك. فيما يتعلق بالإجابة عن واقع الثقافة في المغرب، يمكنني أن أسجل بلغة أسف على أن واقع الثقافة في المغرب هو واقع مريض ومعطوب لا يبشر بالخير. ربما أن قد يحلو للبعض أن يعمل على تزييف هذا الواقع ويقول بأن الثقافة في المغرب هي بخير، لكنني أقول وأتحمل مسؤولية هذا الكلام بأن واقع الثقافة في المغرب هو واقع مريض وفي حاجة إلى عملية جراحية فورية للتدخل من أجل السير قدما في الاتجاه الصحيح بالمسألة الثقافية في المغرب. فاليوم إذا ما أردنا أن نتأمل واقع الثقافة في المغرب أو في العالم العربي بصفة عامة، يمكن أن نسجل على أن هذا الواقع كما أسلفت الذكر بأنه واقع معطوب، ويمكننا رصد مجموعة من المؤشرات التي تدل على ذلك. فمثلا نأخذ على سبيل المثال مثلا مدينة الجديدة. فمدينة الجديدة تعيش حالة فراغ ثقافي بحيث لا نسجل خلال الأسبوع الواحد ولو نشاط ثقافي واحد. هذا ينضاف إليه أيضا غياب المراكز الشبابية، مراكز دور الشباب، غياب مثلا المسرح، غياب السينما، غياب الأنشطة، غياب ورشات الفنية، غياب أنشطة موسيقية. كل هذا أين مدينة الجديدة من كل هذه المؤشرات؟ إذن المسألة فيها جمود، فيها فراغ ثقافي. المدينة تعيش أنشطة تجارية ورواج تجاري، ولكنها لا تعيش رواج ثقافي. إذن ولا يمكننا، خصوصا أننا في القرن 21 أي في المجتمعات التي رفعت شعار مجتمعات المعرفة، فأين المغرب وأين العالم العربي من هذه المجتمعات أي مجتمعات المعرفة؟ اليوم ما يمكن أيضا أن نسجل على أن المجتمعات العربية ومنها المجتمع المغربي، الشباب اليوم لا آخر ما يفكر فيه هو الثقافة. فلم يعد الكتاب هو خير جليس. مثلا يمكنك بطريقة تلقائية أن تطرق أبواب منازل في مدينة الجديدة، يمكنك أن تجد جهاز التلفزيون وجهاز الكمبيوتر يحظى بمكانة خاصة داخل فضاء المنزل، ولكنك لن تجد مكتبة أو مجموعة كتب داخل المنزل. إذن ما هي هنا؟ نتساءل هنا لماذا هذا التغييب للكتاب من المنزل؟ هذه المسألة نسجلها بالأسف على أنها مؤشر حقيقي على تراجع معدلات القراءة. هذا أيضا لكي نزكي الطرح أكثر وموقفنا أكثر، يمكن أن نعود مثلا إلى التقارير الدولية. فالمغاربة قد لا يقرؤون، لا يخصص للقراءة، قد يطالع الجرائد فقط. أما الكتب التثقيفية أو المجلات المتخصصة أو مشاهدة البرامج الوثائقية أو البرامج التي تتحدث عن الاختراعات وعن الابتكارات نجدها مغيبة. نفس الشيء أن مثلا التطور التكنولوجي للأسف لم يستغله الشباب العربي عموما والشباب المغربي بشكل جيد. اليوم المعلومة أصبحت قريبة من الشباب، ولكن هذا الشباب إذا ما نسجل على أنه مثلا يقضي ساعات طوال وهو يتصفح مثلا في مواقع الدردشة، مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك قد يقضي 12 ساعة أو 8 ساعات أو 10 ساعات، الواتساب
الماسنجر إلى غير ذلك، ولكنه لا يستطيع أن يخصص من هذا الكم الهائل من الوقت ولو 5 دقائق أو 10 دقائق يطالع من خلالها كتاب، لأن قراءة كتاب هو بمثابة سلاح. نعم. خصوصا وأن الحروب القادمة لن تكون حروب عسكرية بالجنود والطائرات بقدر ما ستكون حرب ثقافية وحضارية بامتياز، أي أن المجتمع الذي يملك شباب مثقف وله سلطة من العقل وسلطة من الوعي لا يصعب اختراقه. والدول الغربية هي ساعية في هذا المنحنى، أنها كلما دمرت الشباب في هذه المسألة الثقافية كل ما نجحت في اختراقه. لذلك فالشباب المغربي سأقول على أنه يعيش أزمة ثقافة وأزمة هوية وأزمة قيم. إذا أستاذ عندي سؤال اللي هو الثاني والأخير حول تراجع نسبة المثقف في المغرب. مسألة تراجع المثقف أيضا للأسف أسجل على أن الساحة الثقافية اليوم لم تعد قادرة على إنجاب وإنتاج مثقفين ملتزمين حاملين لقضايا مجتمعية. فمثلا سبق لي وأن قلت في مجموعة من النقاشات مع الزملاء على أن بوفاة كل من الدكتور المهدي المنجرة والدكتور الراحل محمد عابد الجابري والدكتور عبد الكبير الخطيبي أن المغرب يعيش أزمة ثقافة حقيقية، لأننا اليوم لا يمكننا أن نجد مثقفين أو مفكرين من حجم الأسماء الثلاث التي ذكرت. قد يتساءل البعض لماذا؟ سأجيب. المسألة اليوم أن الجامعات المغربية أو مؤسسات التعليم بصفة عامة في ظل غياب الأجواء والظروف المناسبة للتأطير وللتدريب ولاكتشاف شباب قادر على الخلق وعلى الابتكار لم تعد متوفرة اليوم. فجميع مؤسسات التربية والتعليم والمعاهد العليا والجامعات إلى غير ذلك نجد على أنها تراجعت بشكل كبير. لماذا؟ هذا التراجع قد يفسره، وهذه مسألة يتفق فيها معظم الباحثين في علم الاجتماع أو في علوم التربية إلى غير ذلك، المشكل مرتبط بالبيداغوجيات المعتمدة في التدريس، لا الثانوي لا الإعدادي لا الابتدائي ولا التعليم العالي أي التعليم الجامعي. أيضا غياب الأطر التي تتميز بكفاءة عالية من أجل صقل واكتشاف بعض المواهب في مختلف التخصصات. أيضا أن الوزارات الوصية على المسألة الثقافية أو المسألة التعليمية في المغرب تعمل على تقديم مجموعة من الإحصائيات نجدها مثلا في البرامج المتعلقة مثلا بتشجيع التمدرس أو محاربة الهدر المدرسي، نجدها تقدم مجموعة من الإحصائيات التي تؤكد من خلالها للرأي العام على أنها تتدخل في مثل هذه المسائل. لكن نحن في علم الاجتماع لا نؤمن بالرقم الإحصائي، لأن الرقم الإحصائي قد يعمل على تزييف الواقع، ولكن سأقول بأنه يكفي ملاحظة الواقع. سنجد على أن الواقع غالبا ما يكذب تلك الأرقام الإحصائية التي تقدمها الدولة أو الوزارات الوصية على هذا القطاع. فمثلا إذا أردنا أن نتأمل مثلا يمكن الذهاب مثلا إلى البوادي. سنسجل مثلا في المغرب أو في ضواحي مدينة الجديدة سنجد على أن التلاميذ يعيشون وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة، لدرجة أن الأسرة باتت مسألة الثقافة شيء غير مفكر فيه بالنسبة لهم، بقدر ما هي كنقولها بلغة دارجة كيقول لك ودي احنا مدابزين غير مع الزمان. إذا بغينا نحلوا هذه العبارة ديال احنا مدابزين غير مع الزمان سنجد على أن في المغرب أن جميع الأسر أو غالبية الأسر هي تعيش تحت ضغط معاناة اجتماعية واقتصادية حقيقية، بمعنى من المعاني نجدها تفكر في ملبسهم ومأكلهم. أما المسألة الثقافية إلى حين آخر، دائما ما يتم تأجيلها إلى حين آخر. لماذا؟ وأن المسألة محكومة
ببنية المجتمع المغربي اللي هي بنية تقليدية وبنية متناقضة في حد ذاتها، وبنية تعيش ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة تجعل المسائل الأخرى التي لا تقل أهمية من بينها المسألة الثقافية، لأن لا يمكننا أن نتحدث عن مجتمع متقدم في جميع الصعاد، مجتمع راقي في مجال التنمية، إلا إذا كان يملك ثروة شبابية مثقفة قادرة على مسايرة مستجدات العصر بكل ما يتطلبه من مستجدات. لليوم ثروة الأمم في التعريفات الدولية للمنظمات الحكومية أو غير الحكومية باتت تعرف أن ثروة الأمم الحقيقية لم تعد ما يملكه كل مجتمع من رأس مال مادي إلى غير ذلك، بما قدر ما أصبحت ثروة الأمم تقاس بكم تملك أو كم يملك هذا المجتمع من شباب مؤهل قادر على الإبداع على الابتكار. شكرا لك أستاذ عبد الحميد محفاد على تلبية دعوات البرنامج. وكذلك تحية شكر موصول إلى الطاقم التقني العامل في قناة مزاغون تيفي، شكرا لكم. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، يتجدد موعدنا إن شاء الله في حلقة مقبلة. حياكم الله، إلى اللقاء.